السلام عليكم. عارف كودادي ولا مغربي كتبغي الخير للبلاد غادي تكون كاعي على الوداد خسرات الفينال ضد الاهلي. دوزو الدراري الاسباب ديال الخساره بعدا، وديك الساعه ندويو على الفرقه. الاسباب ديال خساره الوداد لهذا الفينال هما ثلاثه. نبداو بالتركيز. الوداديين فاش كانوا رابحين بواحد 0 ما ركزوش على اللعب، يعني صبروا 3 دقائق 90 تصفر الحكم. ديما فاش كتكون لعبه هذه القضيه طرا الدراجه مع الاهلي حتى هما ماركاو على نفس البلان من الزاويه. اللعابه ما تيركزوش مع الخصم، يعني ملي كيحطوا كره في الزاويه خاص كلشي اللعابه يركز ويشد اللاعب، كل واحد يشد واحد ويركزوا. ومن بين الاسباب الاخرين الوداد ما بقاوش هاجمين كيف الاول، يعني واخا ماركي شي غور واحد حاول تماركي الثاني، حتى لا جابوا عليك هما واحد الغور يعني تكون انت جبتي الثاني يعني 2-1 يعني تعادل، واخا خرجوا معاهم بلانتيات ما يبقاش فينا الحال يعني ضربات الحظ. وكذلك من بين الاسباب هو المدرب ما كانش موفق في الاختيارات ديالو. مثلا بوهرة كان لاعب مزيان خرجوا ودخل مترجي اللي كيقولوا عليه كان مصاب وبزاف. وثاني حاجه حتى المدرب ما جربش لعابه اخرين بحال اسماعيل مترجي اللي كان في الاحتياط، كان عليه يجربه مزيان في البطوله باش هو يكون واجد يدخل حتى هو في دوري الابطال. وكذلك ضاف التركيبه البشريه. ودابا الدراري غادي ندويو على اللاعبين. لعابه كنشوف انا الوسط الحسوني ناقص بزاف، الوسط كان ناقص بزاف، يعني كيتقلوا كره بزاف، كيلعبوش كره انديريكت الكور ديال الاهلي كيلعبوهاش يعني ليشان. حتى العرضيات كانوا قلال بالنسبه من الجهه ديال بوهرة، مازال من الجهه ديال ونجم كانوا عرضيات بزاف. دابا خوتي اللي طرا يعني خسرنا نهائي اللي ما يتمناش اي ودادي ولا مغربي يخسروا، يعني نهائي كان في كازا، يعني خصنا يعني ما نخلوش شي فرقه اخرى ديه، يعني ماشي بالسهل تجي ضرب تماره الفينال في الاخر يعني ما ديش كاس. يعني كانوا الفرص متكافئين للوداد ولا الاهلي، يعني الوداد كانت تقدر دير الكاس. هادشي ماشي علينا، الوداد خسرات وهذه كره. كانوا اخطاء، ماشي نقولوا ما كانوا اخطاء من الوداد، يعني اخطاء في التركيز، ما تيركزوش اللعابه. كانوا اخطاء مثلا حتى في اللعابه ما كيلعبوش مزيان، بحال مثلا الحسوني كاين الوسط ميت كيعطلوا كواري كان بزاف. وحتى التركيبه البشريه راه غير ماشي شي تركيبه اللي نيت يعني غادي تقول زعما خصنا ندو كاس ديالنا. المهم الدراري الفرقه تبارك الله الوداد راه 6 سنين ولا 7 سنين كتلعب على افريقيا، بصراحه محمره لنا وجهنا ضد الفرق ديال افريقيا. داكشي علاش الدراري بلا ما تقلقوا وعادي يشجعوا الفرقه ويشجعوا اللعابه. راه اللعابه نتوما عارفين كيخسروا النهائي، راه كتشوفوهم كيبقاو مقلقين كما كتشوفوا الداودي عطية الله جبران، نتوما كتشوفوا الصور قدامكم، يعني شجعوهم. وان شاء الله راه باقي الالقاب، وان شاء الله غادي نرجعوا من جديد، وهنا غادي تكون واحد الهيكله ان شاء الله من ناصيري غادي يهيكل الفرقه، وغادي ان شاء الله نرجعوا لافريقيا نلعبوا مزيان. وهنا خوتي رساله كنبغي نحيي فيها كاع اي واحد ماشي ودادي وكيشجع الوداد في هذا الفينال وبغى لها الخير على حساب الترابو ديال البلاد، يعني كيبغي الخير للكره المغربيه والخول المغربي. تحياتي لكم. والناس اللي كتسنى غير الفرصه مثلا باش تخسر الوداد الفينال ويتشفى فين كنت يا خويا شحال هادي كسا بان شحال هادي اللي كانت الوداد طالعه مشات الفينال بان كسا ضحك. المهم هادشي يكون واحد يديها في فرقته، الا ما كنتيش كتبغي واحد فرقه اخرى ديها في فرقتك، ما تعلقش عليها. الا كنتي غتعلق في الخساره علق حتى في الربح، ملي كنت كتربح علق. المهم تحياتي وان شاء الله يكون الخير. حنا بينا الخير الكره المغربيه بصفه عامه، وما نساوش الدراري دعموا اللعابه ديال الوداد، وان شاء الله غادي يكون الخير. تحياتي.